أفاد بيان لمجلس قضاء تيزي وزو أن وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة تعلم الرأي العام أنه خلال شهر أبريل الماضي تقدم حوالي 64 مواطنا من سكان قرية أيت عبد المؤمن ببلدية تيزين 3 بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بوضية ضد مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى حركة الماك الإرهابية. قاموا بالإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيس المصحف الشريف وسب الدين والدولة والتهديد بقتل إمام المسجد وحرق بيت الله والإساءة والقذف في حق المصليات من نساء القرية وتهديد بتصفية المصلين وذلك عن طريق صفحة الفيسبوك مسينيسا أيت عبد المؤمن. ولحسن سير التحقيق الابتدائي تم تكليف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو بموجب تعليمات نيابية لمواصلة التحقيق الابتدائي في الوقائع. وبمعاينة الصفحة المذكورة تبين ارتباطها المباشر بحركة الماك الإرهابية من خلال الصور والخطابات الداعية للمساس بالوحدة الوطنية والإساءة إلى الرسول الكريم والدين الإسلامي والدعوة إلى العنف من خلال بث صور لأشخاص ملثمين ولأسلحة نارية. تحريات رجال الضبطية القضائية وصلت أيضا إلى تحديد هوية 4 أشخاص ممن يتولون تسيير الصفحة وهم كل من عين خاء باء والمدعو زاي ميم والمدعو خاء غين خاء راء والمدعو عين خاء خاء. منهم من ينشط داخل الوطن ومنهم من ينشط خارج الوطن. هؤلاء الأشخاص هم من نشطاء حركتي الماك وحركة كال الإرهابيتين. وبتفتيش مساكن الأشخاص السالف ذكرهم تمكنت الضبطية القضائية من استرجاع أجهزة إعلام آلي وهواتف ومستندات ووثائق منها مخططات الحركة وأنشطتها السرية موجهة إلى الخارج والتي بعد استغلالها تم الكشف عن هوية مسيري الحركتين الإرهابيتين بالإضافة لمسيري الحركة المسماة الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل المسيرة من طرف باء باء. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة هذا اليوم وأحيلت قضيتهم على مكتب قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل تهم جناية الانتماء إلى منظمة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادية. إضافة إلى التحريض والسعي للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية. استخدام وسائل التكنولوجيا